السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حول الكرة على داخل المنطقة رأسية والهدف الأول، هدف أول لفريق فيرونا. رائعة العرضية واروع كرة إلى لازوفيتش، خطيرة، فرصة، هي الثاني الهدف الثاني لفريق فيرونا. روعة 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 روعة. بدري قبل الهوب، خطيرة، سجل بقى، سجل أخيرا فوق الطلاسم يا راجل. دي لورينسو مفتاح اللعبة اهو، دي لورينسو فرقة ما بتيأسي بقول لك. دي لورينسو بعيدة تانية، الله المتابعة، جول تاني وسيمين نابولي يسجل الهدف الثاني، الهدف الثاني. فريق خطير من جانب فريق ريال سوسيداد. سورلوث والهدف الاول، الكسندر سورلوث. هجوم سريع لريال سوسيداد، توسلك يرفع كرة في القائم الاول، خطيرة، والهدف الثاني اندير بارانشيا. تمهيد اول في القائم الاول وحده بارانشيا. الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء والهدف الأول. جول فعلها مارتن براثوايت الدنماركي يسجل هنا في الدقيقة 44. هدف الفارو يسجل ويتبادل وعناد الاداء الجماعي. هذه ممكن جول. أنطوان جريزمان الفنان الفرنسي صنع وسجل. هاك تلعب من جريزمان والثالث جول. الثالث ياتي عن طريق هيرموسو. وافرح يا دياغو يا سيميوني، هي مباراة فيستيفال. لعوبة عالية وراسية والحفات يا ولد، يلعبها إلى تيتي من جديد، عرضية خطيرة والهدف الأول يأتي الآن عن طريق لاكازيت. ألكسندر لاكازيت يسجل أول هدف المباراة. ثاني للثاني في الدور الأربعة. بيدي لمسة تيتي، جول ثاني يأتي الآن لفريق ليون عن والرابعة. طبعا تخسر هجمة خطيرة تأتي الآن ومحاولة للتسجيل. برادلي عدى ولد خطيرة، والثالث يأتي الآن الهاتريك للنجم ألكسندر لاكازيت. 3-0 أصبحت النتيجة الآن. ركلة الجزاء بنجاح، نعم، الإنجليزي يسجل. الإنجليزي فولاري، بالوغون يمر بكرة، بالوغون الثاني يضيع. أليكسيس فليبس تسديدة رائعة، الثاني بروعة من أليكسيس فليبس، سدد كرة والأروع متقنة بامتياز. وحارس المرمى لم يتمكن من السيطرة على كرة سهلة، ويأتي الهدف الثالث. لم يتمكن ريمي بيلو. خطيرة الكرة، فرصة هدف أول. جزاء يقود الكرة بيرمن شيفاتشيس ياغاسيل، لمسة عرضية ميكائيل الفونس بالراس، لمسة قصيرة، لقطة خطيرة، كرة من دالينجا يواصل مشواره. دالينجا من جديد، الكرة في المرمى. النجم المغربي زكريا بوخلال أخيرا ينجح بين لاعبي تولوز، لكن الخطر قائم. والهدف الثاني جول رافائيل راتاو يضاعف الغلة.
عرضية داخل المنطقة، ما زالت الخطورة ممتازة. إيكاردي سام لارسون لمصلحة أنطال، خطيرة من الطرف الأيمن. كريم يلعب عرضية، هذه ممتازة. الله، يظهر إيكاردي لمثل هكذا مناسبات. جاء ملعوبة، الكرة ساقطة خطيرة. الله، لا 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 لا، عودة سريعة 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 جدا يا لويس، لكن خارج منطقة الجزاء. وطبعا الفار لا يتدخل في الأخطاء. لا 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 لا, لا. هذه ليلة يا أنطاليا ما هي محتاجة. صار الحارس جوامبي، جول حسين دائري، جول ارتقى. في أي زاوية سيختار؟ يتقدم معاد لا بالشبكة، تصدى لها معاد ولكن الكرة استقرت في المرمى. معاد توقع كان في محله ولكن لم يتمكن من ابعاد الكرة. استلام بوعرقوب يصدق والتعادل. بوعرقوب يا ولد، بوعرقوب عنده الحس التهديفي. بوعرقوب كرة تفلت من الحارس الاثيوبي. 1-1 يلعب كرة خطيرة والهدف الثاني يسجل العباسي، كرة بالشبكة، جول 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 جول. العبد منير عرضية، سانتو والهدف الثالث عن طريق الماتادور في داخل منطقة الجزاء. الله، جول لأنتي، الضربة الأولى في المباراة. تمرير وصلت إلى سامويلي، ريتش حطها في الجول الأول لمصلحة تورينو. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون نتائج مباريات اليوم الموافق طبعا 21 يناير العام 2023. أول مباراة في الدوري الإنجليزي وهي مباراة ليفربول وتشيلسي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. مباراة ليستر سيتي وبرايتون انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. أستون فيلا وساوثهامبتون انتهت المباراة بفوز فريق أستون فيلا 1-0 على ساوثهامبتون. برونوس طبعا ضد فريق نوتنغهام فورست انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. أما بالنسبة لمباراة وست هام يونايتد فانتهت المباراة بفوز فريق وست هام يونايتد ضد فريق ايفرتون. لما بص عادي هكمل، والله لا يرفع، والله لا يرفع الفيديو. أما بالنسبة لمباراة كريستال بالاس ونيوكاسل فانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. طبعا مباراة ليفربول النهاردة كانت تقام في 8 الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للدوري الأسباني فانتهت المباراة الأولى لصالح فريق ريال سوسيداد على رايو فابيكانو، انتهت المباراة طبعا 2-0. أما مباراة اسبانيول وريال بيتيس استطاع فريق اسبانيول الفوز على ريال بيتيس بنتيجة 1-0. أتلتيكو مدريد واللي عمل مباراة قوية جدا وقدر إن هو يفوز طبعا بنتيجة 3-0 على فريق بلد الوليد. مشاهدينا الكرام، شاركوا معنا بتوقعاتكم من سوف يكون الفائز بلقب الدوري الأسباني لعام 2023. شكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.